الله، كوباية الشاي في المكان روعة. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. انا من النوع اللي ما بيحبش يتكلم عن الحاجة اللي حابب اعملها او الخطط اللي عندي والاحلام اللي عندي اللي انا عايز اعملها. انا من النوع اللي ما بيحبش يحكيها للناس لحد ما يحققها، وده مش لاني ما بحبش الناس او عندي مشكلة مع الناس، ولكن هي فكرة ان الواحد لما بيحط هدف وبيبقى عايز يعمله او ما بيحط هدف جديد كده بيبقى عنده طاقة كبيرة انه يحقق الحاجة ديت ويبدأ فعلا ياخد خطوات ايجابية للموضوع. ولكن في حاجة غريبة كده سبحان الله، لما الواحد بيبدأ يتكلم عن الموضوع للناس الطاقة دي فجأة بتقل جامد، والواحد بيحس انه عمل حاجة رغم انه لسه ما بدأش. كل اللي عمله انه بس مجرد انه يتكلم مع الناس عن اهدافه، وفجأة بعدين بنلاقي ان الواحد طاقته نزلت وكسل انه يعمل اي حاجة. صدقوني لما الواحد بيبدأ يحكي خططه للناس في جزء كده من الموتيفيشن اللي بيبقى عندك في البداية والطاقة اللي عندك في البداية بتروح. معرفش دي حاجة كده موجودة عامة شائعة في علم النفس ولا دي حاجة موجودة عندنا بس. بحس كده من جوايا ان انا بدأت اخد خطوات رغم ان انا لسه ما بدأتش اي حاجة. كل اللي عملته ان انا بس اتكلمت مع الناس. الاحسن انك انت تفكر اكتر وتتكلم اقل. اسمع من الناس اكتر وحاول انك انت توريهم اكتر الحاجات اللي انت حققتها مش اللي انت عايز تحققها. وريهم النتيجة مش الرحلة. حلو جدا انك تتكلم عن الرحلة اللي انت مريت بيها، بس دوت بعدين بعد ما تحقق النجاح اللي انت كنت عايز تعمله. لان لما بتحكي للناس عن اهدافك وعن خطتك لو نجحت فالموضوع ده بيكون كويس، ولكن لو فشلت لا قدر الله فالناس هتفتكرك بالفشل اللي انت فشلته. جرب بس انت كده تمشي في صمت، الموضوع جميل جدا. ممكن الناس اللي بتتفرج على الفيديو تكون عارفه ان انا دلوقتي في المانيا بقالي 4 سنين، ولكن الناس كتير ما تعرفوش ان انا حاولت قبل كده ان انا اسافر المانيا وفشلت. من 7 أو 8 سنين تقريبا كنت بحاول ان انا اسافر المانيا علشان اعمل البكالوريوس هنا. وقتها كنت بدات الدراسه في مصر اصلا، والموضوع ما كانش بمزاجي قوي، ولكن لما اخدت خطوه ان انا عايز اسافر المانيا، ولاني وقتها علشان امشي في خطوات المانيا كان لازم ان انا اسيب الجامعه في مصر. فطبعا ناس كتيره جدا سالتني اللي هو انت هتسيب الجامعه ليه؟ فاكيد كنت قايل لهم ان انا عايز احاول اسافر المانيا. فكل الناس تقريبا في الجامعه وقتها عرفوا ان عبد الله رشدي بيحاول يسافر المانيا. ورغم ان انا وقتها ما كنتش اخدت لسه اي خطوه، ولكن كل الناس كانت بتتكلم معايا اللي هو عبد الله الالماني رايح، عبد الله الالماني جاي. ونسيبنا بقى من فكره الموضوع وقتها ليه ما نجحش. ولكن طبعا لما رجعت مصر كانوا كل الناس عارفين ان اكيد عبد الله رجع مصر علشان فشل في الخطوه بتاعه المانيا. شوفوا بقى وقتها كان كام واحد سالني عن عايز ياخد خبرتي كده في ان ازاي انت فشلت في السفر لالمانيا. في ناس طبعا نيتها سليمه وكانت فعلا عايزه تستفيد من الموضوع وتعرف ايه الصعوبات اللي موجوده في ان الواحد يسافر لالمانيا وقتها، ولكن برضه في ناس خبيثه جدا وكانت بتستغل اي وقت انها تذكر موضوع الفشل بتاع المانيا دوت في اي حوار ممكن يتفتح. هو الموضوع بالنسبه لي كان عادي ان انا فشلت في طريق وبعدين الحمد لله نجحت في طريق تاني، والحمد لله برضه كنت متفوق في الجامعه بتاعتي في مصر. فالموضوع بالنسبه لي ما كانش مأثر جامد. ولكن في حياتنا كلنا في الناس الخبيثه ديت اللي هي هتحاول كل شويه تفكرك بالفشل بتاعك علشان تضايقك. ممكن نكون قاعدين كده في قعده جماعيه وحد بيشكر فيا وبيقول حاجه كويسه عني، فتلاقي الشخصيه الخبيثه ديت طلع في الحوار وبتقول يا جماعه عبد الله ده شخصيه المانيه ومش عارف ايه، وكل هدفه هنا ان الناس تبدا تسال هو ليه بيقول عبد الله الالماني، علشان بعدين تبدا تحكي قصه فشلك في انك انت ما عرفتش تسافر ازاي. لما بتخلي الموضوع سري بينك وبين نفسك فانت هنا بتشتغل براحتك بعيد عن اي ضغط، بتشتغل بعيدا عن توقعات الناس. لو نجحت خير وبركه، لو فشلت ما بتشيلش هم الناس ولا الناس هتقول ايه. وحتى لو الناس ديت ناس صافيه كده ونقيه من جواها، فالناس لما بيسمعوا موضوع جديد غريب عنها هيحبطوك غصب عنهم مش بمزاجهم. انا باخد موضوع السفر دوت كمثل، ولكن طبعا في امثله كتير. ناس كتيره طبعا من اصحابي ما كانش عندهم فكره او هدف انه يسافر بره مصر، الموضوع اصلا ما بيجيش في باله خالص. فلما يجي يسمع ان انا بفكر ان انا اسافر المانيا واسيب مصر والكلام ده كله، فطبعا غصب عنه لان هو مش حاطط الموضوع دوت هدف عنده، وممكن هو مش شايف ايجابيات للموضوع، فالشخص دوت اكيد هيحبطني غصب عنه. برضه نيجي لفكره لما عملت ماجستيرين في دولتين مختلفتين في نفس الوقت. عملت فيديو على الموضوع دوت، ولكن طبعا بعد ما نجحت في الماجستيرين فكره الفيديو كانت تشجيعيه ان مثلا لو واحد مكسل يعمل ماجستير او مستصعب فكره انه يعمل ماجستير، فعايز اقول له اللي هو لا، في حد عمل ماجستيرين وعادي نجح في الاثنين. وطبعا خلال فتره ما انا بعمل ماجستيرين ما كنتش قايل لاي حد خالص غير اسرتي وممكن صديق او اتنين من اصدقائي، لاني عارف وقتها هيكون اراء الناس عامله ازاي. لو حد عايز فعلا مصلحتي هيقول لي ايه اللي يخليك تعمل ماجستيرين، ركز على واحد بس وحاول تجتهد فيه. وطبعا الاشخاص السلبيه التانيه الناس الخبيثه هتحاول انها تكسلك اصلا من انك انت تعمل حتى ماجستير واحد. قلت اجرب اعمل الموضوع كده في السكرته من غير ما اقول لحد، والحمد لله الموضوع نجح من غير اي مشاكل. نيجي برضو مثلا لموضوع السفر لالمانيا. انا الحمد لله وضعي كان كويس جدا في تركيا، كنت بدرس ماجستير هناك بمنحه كامله، وبرضو كان عندي فرصه ان انا اكون معيد وادرس في الجامعه اللي انا كنت بدرس فيها. كل الدكاتره في كليه هندسه كانوا عارفيني حرفيا، وقاعد مستقر في دوله مسلمه ليا اصحاب كتير، والحمد لله وضعي كان تمام جدا. فعارف طبعا ان انا لو كنت وقتها قلت للناس ان انا عايز اسافر المانيا كان ناس كثيره جدا هتحبطني. الناس السالكه هتقول لي انك انت الحمد لله في نعمه كويسه، ايه اللي يخليك تروح تجرب حاجه جديده. اما بالنسبه للناس الخبيثه اللي هي كانت بتحسسني انها بتحاول تنصحني، فكانوا بيقولوا لي ان انا اسيب اصلا الماجستير في تركيا وارجع اكمل حياتي في مصر.
ونفس الشخص دوت عرفت بعد فتره قصيره انه بيقدم على ماجستير في اوروبا علشان مش قادر يكمل عيشته في مصر وحابب انه يطلع يسافر بره. فالشاهد من الحوارات دي كلها انك انت اللي عارف نفسك كويس وانت اللي عارف انت عايز توصل لفين. انا كان عندي فكره ان السفر لالمانيا دوت كان هدف قبل كده عندي وفشلت فيه، وطبعا ده لوحده مش سبب كافي ان الواحد يغير حياته من مكان هو مستقر فيه لمكان هو لسه ما يعرفش عنه اي حاجه. ولكن طبعا ده برضو كان سبب من الاسباب اللي كنت عايز اسافر المانيا عشانها، ان انا ما كنتش عايز يكون في حياتي كده هدف معين وفشلت فيه. كنت عايز ان انا اتخطى الموضوع دوت واقول ان انا نجحت فيه. يمكن بعد ما اسافر المانيا وانجح في الموضوع اسيبها عادي جدا، ولكن على الاقل اقدر اقول ان انا نجحت في هدف كان عندي قبل كده. اعرف ناس بيحبوا يشتغلوا وسط التعليقات السلبيه دي، بيتلذذوا كده لما بيشوفوا الناس حواليهم بيستنوا فشلهم. موضوع جميل وكل حاجه، ولكن حتى الناس ديت مش بتقول كل اهدافها، مش بيقولوا على كل خططهم وكل خطوه بيخطوها. عارف ان في متعه كده في ان الواحد يقعد يتكلم عن احلامه وعن خططه في الحياه. الموضوع بيخليك قدام الناس تبان كده شخص عنده طموحات وعنده احلام وشخص ناجح في حياته. ماشي، احساس جميل وكل حاجه، ولكن انت اللي عارف نفسك وعارف ان حتى لو الناس شايفينك ناجح، فانت لو عارف انك انت محققتش حاجه من الحاجات ديت، انت من جواك هتحس احساس وحش. لما الناس تعرف خططك الكل هيبص عليك. ناس كتيره جدا هتتدخل في حياتك بشكل مبالغ فيه، ودوت هيحطك تحت ضغط كبير جدا. هتحس بصعوبه لو عملت غلط او لو حسيت انك انت عايز تغير الخطه بتاعتك، لان الناس كلها عارفه الخطه بتاعتك والناس كلها بتتفرج عليك. الموضوع دوت فعليا ما بيكونش مريح ابدا. قارن كده بين انك انت تحقق حاجه محدش متوقعها منك، وبين انك تحقق حاجه الناس كلها عارفه عنها والناس كلها متوقعها منك. صدقوني الاحساس الاول احسن بكتير. حلو جدا كده انك تشتغل في الضلمه وفجاه تطلع شخص جديد، فيرجن جديد من نفسك محدش شافه قبل كده. الاحساس دوت ملوش حل. خلي حياتك برايفت كده وخلي اسرارك واحلامك لنفسك. ممكن تكون شخص واثق جدا من نفسك وشايف ان كلام الناس مش هيأثر فيك. حلو، انا برضو من الناس اللي بقول على نفس الكلام ده، ولكن هي طبيعه موجوده في الانسان ان كتر كلام الناس بيأثر فيك غصب عنك. بتحب وظيفه او عايز ترتبط ببنت معينه، لو اهلك فضلوا يزنوا عليك كل شويه ان البنت ديت مش مناسبه ليك والبنت ديت مش كويسه، كتر الزن هيخليك تقفل من الموضوع وتبعد عنه. لو في حاجه انت مش حاببها ولكن من كتر كلام الناس قد ايه الموضوع دوت مفيد وجميل بالنسبه لك، مع الوقت هتبدا تقتنع ان الحاجه ديت كويسه ليك. مش عارف، برضو ممكن يكون كلامي غلط، ولكن ديت تجربتي الشخصيه واحساس داخلي موجود عندي. مش عارف ممكن تكونوا انتوا كمان حاسين بنفس الموضوع دوت ولا لا، ولكن كالعاده حبيت اشارك معاكم تجربتي الشخصيه وحاجه شايفها ممكن تفيد ناس منكم. وبس اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني.